السلام عليكم ورحمة الله. كل من غتشاهد هذا الفيديو على قناتي صناعة ومطبخ فاطمة البدراوي. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نشارك معكم واحد تحليات الليمون اللي هي منعشة الصراحة ومزيانة في هاد البرد نيت، فيتامين سي مزيانة، وفي نفس الوقت جاي رمضان يعني نستعملوا تحليات للسحور او الفطور. وفي نفس الوقت الليمون ولو الجو بارد الليمون مزيان تناولوه في الجو بارد. كيف شفتوا معايا عندي 2 كؤوس ديال عصيرة الليمون، عندي في هاد الكاسرول كيف كتشوفوا 3 المعالق ديال الدقيق و3 المعالق ديال السكر، السكر اختياري. بالنسبة الدقيق أنا كنفضلو على الدقيق النشا، يعني كندير التحليات أو الكريمات اللي كنبغي نستعمل هكا كنستعملهم بالدقيق الفورس، كيجيو خفاف وفيهم واحد المذاق الصراحة زوين، كنفضلهم على الدقيق النشا بزاف. غادا نديرهم في كاسرول وغادا نقص عليهم البوطه ونبقى نحرك فيهم باش يطيبوا مزيان، ماشي غير يسخنوا ويتكبد لي دغيا الدقيق، خاص الدقيق يطيب حتى كيعقدوا. المهم نتوما العقاد اللي على حسب بغيتو خفيف اولا ثقيل. بالنسبه اللي غادا نضيف ليه عندي واحد شويه ديال الفريز في المجمد، عندي حبوبات ديال الشوكولات، عندي هنايا فقاصات كيف كتشوفوا مقرمشين جداد. يعني يمكن لكم ديروا اللي بغيتيو، انا غير هادشي اللي قال لي راسي درتو. في نفس الوقت جاو زوين بلاصه بسكوي. هاد الفقاص تا هو مقرمش، كيجي صراحه مقرمش هو اكثر من البسكوي. أه ايا كؤوس بغيتو ديروا فيهم اولا زليف، انا غنضيفهم في هاد الكؤوس. تحليه اللي هي ساهله ومنعشه وزوينه، خاصنا نتناولوا عصائر الليمون او تحليه الليمون، اي حاجه في الليمون في هذا الوقت اللي حنا فيه، وجاي رمضان ان شاء الله للسحور ولا الفطور ولا هذا. وفي نفس الوقت الليمون خاصنا نشربوه ولو بارد ولو يكون البرد خاصنا نتناولوه. غادي نضيف كيف شفتوا الفريز مع حبيبات الشوكولاته، مع يمكن لكم ديروا اللوز او الكركاع على حساب اللي عندكم، مع قطع ديال الفقاس كيف شفتوا. كيف ما يمكن لكم ديروا واحد الطبقه هي الاولى في الكاس، عاد ضيفوا فوق منها هادشي اللي نتوما بغيتو ديروا باش تجيكم الطبقه الوسط. انا درت نيشان في قاع الكاس على وديت الكؤوس عندي صغيورين، صافي غنكم نعمر عليهم التحليه ديالي هكايا حتى نقادو مزيان ونخليهم بغيت الكؤوس يجيوني عامرين ماشي غير شويه، غير النصف. يمكن لكم ديروا نصف، ديروا طبقه ديال الفواكه اللي نتوما بغيتيو وتعاودوا تضيفوا طبقه ديال الكريمه عاوتاني من الفوق. انا عمرتهم مره واحده كيف قلت لكم. يمكن لكم ديروا النص، ديروا الكريمه عاد ضيفوا فيها داكشي اللي نتوما درتو سواء ديسير او فواكه مجففه باش يبان لكم الوسط. انا جاني كيف كتشوفوا في القاع، يعني كتجي الرؤيه ديالو قليله حتى كنبدا ناكلو عاد كنلقاو داكشي اللي استعملناه. المهم يمكن لكم ديروه الوسط، صراحه كتجي لذيذه وسهله ما فيها حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. كيف ما يمكن لكم تنسموه سواء بالقرفه اولا بالقرنفل كتجي غزاله. الليمون كيمشي مع مذاق القرفه ومذاق القرنفل. غطيتهم وخليتهم ارتاحوا برا، عاد دخلتهم شويه للثلاجه خداو البروده ديالهم العاديه. دابا الفريز اللي ولا موجود انا ما كانش عندي، خديت غير هذا اللي دايره في الثلاجه. خديت واحد القطع ديال التفاح وقطع ديال الليمون، قشور الليمون معسلين. كيما هنا غنشد غير غريبات البهله حتى هي غنشدها نفرطتها، يعني كلشي داكشي من الدار، ما كاينش لا بسكوي ديال الزنقه لا والو. وغنضيفها من الفوق، كتبقى اختياريه اللي بغيتو ديروه كديروه، اقتراحي هذا ولكم نتوما الاختيار. بما انها فيها الليمون ضفت ليها هاد القطع ديال الليمون معسلاهم وكنخليهم في الثلاجه، ملي كنبغي نستعملهم في شي حاجه كنلقاهم. حبوبات ديال الشوكولاط حيت درتهم لداخل، يعني ضفتهم للتزيين فقط. كلكم تزينوا باللي بغيتي، وصراحه كتجي منعشه وزوينه. والليمون راه معروف، هي كريمه الليمون او تحليه الليمون شي حاجه كتجي منعشه وزوينه بزاف. وجاي سيدنا رمضان ان شاء الله، الله يجيبو وصلوا بالصحه والسلامه ان شاء الله. والليمون كيف قلت لكم يمكن لينا نتناولوه على طول العام، ماشي غير في الصيف فقط. مع هاد الفيروسات وهاد الرواح وهاد البرد اللي كاين خاصنا نتناولوا الليمون ولو غالي شويه. نتمنىو في رمضان يهبط شويس ولا غيكون غير مازال غيتزاد. والحمد لله كل واحد كياكل اللي مكتاب عليه. هذا هو الشكل ديال الكؤوس اللي حضرت، نتمنى تنال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، الى وصفات مقبله ان شاء الله.
غندوقها قدامكم كيف كتشوفوا. بالصحة والراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.